فردوس حسن حالة فنية من الزمن الجميل، فنانة من نوع خاص، كوميديانة دمها خفيف وتراجيديانة جامدة جدا. فردوس حسن من مواليد سنة 1905، درست في مدارس فرنساوي، اشتغلت محررة في مجلة الدنيا المصورة اللي كانت بتصدر عن دار الهلال للنشر. كانت بدايتها الفنية في مجال المسرح سنة 22 من خلال مشاركتها العروض في كازينو دي باري اللي كان علي الكسار بيعمل فيه عروضه المسرحية. بعدها انضمت لفرقته وكانت بتلعب الادوار الكوميدية. سنة 24 راحت فرقة رمسيس اللي اتأسست سنة 23 مع يوسف وهبي اللي اختارها تبقى في فرقته. فردوس حسن كانت في مجال المسرح في فرقة رمسيس في نجومية روزا اليوسف وفاطمة رشدي وزينب صدقي وأمينة رزق وروحية خالد. في مجال السينما ما كانش ليها حظ، اشتغلت في السينما من أيام ما كانت صامتة. اشتغلت في أول فيلم قصير صامت برسوم يبحث عن وظيفة سنة 23 لرائد السينما محمد بيومي. سنة 28 اشتغلت فيلم اسمه سعاد الغجرية، وكان فيلم طويل صامت لمخرج إيطالي اسمه جاك شوتز. الفيلم كان فيه أمينة رزق عبد العزيز خليل، وكانت بتلعب فيه دور البطولة مع عبد العزيز خليل. سابت السينما شوية لأنها كانت بتميل للمسرح أكتر، ورجعت لها لما الموسيقار محمد عبد الوهاب طلبها في فيلم يوم سعيد سنة 40 عشان تجسد شخصية ليلى العامرية حبيبة الشاعر العربي قيس في أوبريت مجنون ليلى لأمير الشعراء أحمد شوقي. كان ألحان وغناء محمد عبد الوهاب. كان الأوبريت من ضمن أحداث الفيلم ده ظهرت فيه فاتن حمامة كطفلة لأول مرة في السينما. بعدها اشتغلت عدد قليل من الأفلام، أهمهم دنانير سنة 40 إخراج أحمد بدرخان. سنة 44 اشتغلت فيلم مع عزيزة أمير ومحمود ذوالفقار اسمه حبابة، كان من إخراج نيازي مصطفى. سنة 45 اشتغلت في فيلم قتلت ولدي مع أنور وجدي وزوزو ماضي إخراج جمال مدكور. وفي نفس السنة اشتغلت فيلم السوق السوداء مع عقيلة راتب وعماد حمدي إخراج كامل التلمساني. سنة 46 اشتغلت في فيلم ضحايا المدينة مع أمينة رزق ويحيى شاهين للمخرج نيازي مصطفى. سنة 48 فيلم ليت الشباب كان من إنتاج آسيا وبطولة سراج منير ورجاء وعماد حمدي. وفيلم عدل السماء وكانت عاملة دور بطولة وظهرت صورتها على أفيش الفيلم اللي كان بطولتها وقدامها كان حسين رياض ومحمود المليجي وشادية. الفيلم كان إخراج أحمد كامل مرسي. سابت السينما في أواخر الأربعينات واستمرت في المسرح لحد ما اعتزلت الفن. ومن أهم المسرحيات اللي اشتغلت فيها أدوار مهمة مسرحية المحروسة اللي اتقدمت على المسرح القومي سنة 61، تأليف سعد الدين وهبة وإخراج مسرحي كمال ياسين والتلفزيوني محمود مرسي. وقدمت مسرحية السبنسة اللي اتعرضت على المسرح القومي سنة 62 وكانت تأليف سعد الدين وهبة وإخراج سعد أردش، وللتلفزيون كان نور الدمرداش، وكانت بطولة سميحة أيوب وتوفيق الدين ومجموعة من فرقة المسرح القومي. اعتزلت الفن في أوائل الستينات ورجعت في مسلسل سنة 83 اسمه زهراء الأندلس، هو ده كان آخر عمل ليها. اتوفت سنة 1995. فردوس حسن قامة فنية كبيرة ما خدتش حقها بقدر موهبتها، الله يرحمها.